تتخيلي إن ممكن حد يتوتر من مفاجأة سعيدة وبدل ما يفرح يدخل في حالة غضب أو انفعال غير مفهوم؟ أيوه، بيحصل وبيحصل كتير جدا، لأن الجسم أوقات بيترجم أي إحساس قوي إنه خطر حتى لو إيجابي. مثلا لو حد اهتم بيكي فجأة، أو حد قالك كلام حلو مفاجئ مش متوقعاه، أو حد يفاجئك بهدية، بدل ما تفرحي تحسي بتوتر، تشككي أو حتى تنفعلي. ده مش سوء نية منك ولا مني، ده جهاز عصبي مش متعود على الأمان. بيئة الطفولة أو الصدمات الصغيرة أو العلاقات السابقة أو الصدمات القديمة، كل ده بيبرمج جسمنا إن أي قرب ممكن يكون مؤذي. فتبدأي تتعاملي مع محيطك بدافع الخطر، تبني مسافة أو تحملي أي تصرف أكثر من معناه. في سلامة بنرجع نبني من الأول إحساس الأمان الداخلي. مرونة الجهاز العصبي إنك إزاي تفصلي ما بين مشاعر الماضي وتفاعلات الحاضر. بنعلمك أدوات تساعدك علمية وعملية تفهمي استجاباتك وتتصرفي من وعي مش مجرد من خوف، علشان علاقتك بمحيطك ما تكونش معركة يومية، وتكون مساحة راحة وتوازن تبدأ مننا ومن جوانا.